هاخد حقي بالقانون. زينة تكشف تفاصيل إصابة نجلها بعقر كلب في الشيخ زايد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جيت لكم بالخبر ده من موقع كايرو لايف، حيث تحدثت الفنانة زينة عن تفاصيل تعرض نجلها إلى عقر كلب، وجاء ذلك خلال لعبة كرة القدم داخل إحدى الكومباوندات الشهيرة في منطقة الشيخ زايد. وقالت الفنانة زينة خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب: امبارح نزلت ولادي عند ملعب جنب البيت وهو خاص بالكومباوند، ورحت السوبر ماركت، وبعدها جالي تليفون ابني بيعيط بيقول لي: الحقيني يا ماما، في كلب واحد سايبه علينا وهيموتنا. وأضافت: الواحد ده دخل الملعب وقال له عايز ألعب ابني، قال له لا ده حجزنا، لو عايز تيجي تلعب معانا تعالى. الولد قال له لا، وهعرف اخرجك ازاي، وجاب له الكلب وكان بيجري وراه بيه. واستكملت الفنانة زينة: ابني جري من الكلب وهو بيجري وقع ورجله اتعورت، وابني التاني عشان عنده كلب وعارف النظام وكلب خربشه في رجله. قلت للولد: انت ابن مين؟ العيب مش عليك، انا هتكلم مع مامتك اللي سابتك تخرج مع كلب كبير زي ده. ووصلت زينة الولد دخل البيت ومامته طلعت بتزعق بتقولي: انتي بتشتمي ابني. قلت لها: انا جاية لحد عندك بقولك ما تخرجيش الولد بالكلب تاني. وخدت بعضي ومشيت، وقلت لها: انا هعرف اخد حقي بالقانون، انا مش هستنى لما عيل من عيالي يموت بسبب الكلب ده. بكده يكون خلص الخبر ده، ولكن ما خلصتش اخبارنا على مدار اليوم وكل يوم. استنوني في خبر جديد، ما تنسوش لايك على الفيديو واشتركوا في القناة وشير كتير